بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة المصاريف يا اخوانا، ده منظر موجود. طبعا في اهمال في الري طبعا، واللي بيغسل ارضه عاوز يغسل ارضه من مروحة، وده غلط بطريقة، ويفتح مية دعوة انه بيخمر. شايفين المية ماشية ازاي؟ ناس بتروي غلط، ولازم يكون في مصارف، والناس مش مستجيبة لعمل المصارف، والمية تحت البيوت هتقع وداخلة على البيوت. شايفين الوضع عامل ازاي؟ دي بركة مية، ناس سايبة محابسها كانت بايظة وضربت برضو. وطبعا في ناس بتتأذي زيي، يعني انا مثلا في الواطي وكنتش لسه لا زرعت ولا اي حاجة، ونتيجة كده الصرف بتاع الناس والجيران قدامي واللي على شمالي ولا يميني ولا حاجة، المية بتنزل عندي بتأذيني، وممكن توقع لي بيتي مثلا ولا حاجة. فالمية دي يا اخوانا كل الأراضي تحتها المية دي طالعة كده، علشان خاطر الأرض تحت تشبعت. الارض تشبعت بالميه، فالميه بتبك فوق وبتقعد بقى تنزل وتسيل، ومجرد ما نعمل مصارف تلاقي المصارف اتملت ميه. الارض بتطبل وبتبوظ طبعا بسبب اهمال الناس، لدرجه ان انا يعني عرضت على ناس قصادي ان انا اعمل لهم مصرف على حسابي، وابقى حاسبهم بعدين، عشان خاطر ايه؟ الاذى ما يطولنيش، وفي نفس الوقت يعني ايه اساعدهم في ان هم يحافظوا على اراضيهم وعلى جيرانهم. وكله بيقول لك ايه؟ الايد في الماء مش زي الايد في النار. كله بيقول لك يلا نفسي، طالما انا مش مأذي دلوقتي. طب انا مش هزرع دلوقتي. طب يا عم جارك بينزل عليك وهيأذيك. طب يا عم جارك اعمل مصرف. لا انا مش هعمل مصرف دلوقتي طالما مش مأذي، وبيصرف على اللي جنبيه، الصرف بتاعه ينزل على اللي جنبيه وهكذا، او على اللي قدامه. فكله بيقول يلا نفسي، والمصيبة في الاخر هتحط على الناس كلها. فالناس المفروض تعمل مصارف يا جماعة علشان تنقذ أراضيها. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. وهصور لكم فيديو تاني للناس اللي عملت المصرف شكله ايه بعد ما اتعمل. صباحكم زي العسل.